السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وفي احسن صحة. النهاردة قلت يا بنات اعمل ايه؟ عندي شوية خيار زي ما انتوا شايفين كده، قلت اخللهم. انا دايما بجيب الخيارة الرفيعة دي اللي ما شاء الله طعمها حلو، وفي نفس الوقت في التخليل بتبقى بتعيش زي ما انتوا شايفين. اما البلدي مش بيعيش، لكن هي دي اللي بتعيش. يلا بينا هنشوف هنعملها ازاي. انا غسلاه ومنضفاه وزي الفل اهو. يلا نجيب البرطمان بتاعنا ونسمي بسم الله ونقول يلا بينا. انا جايبه برطمان زي ما انتوا شايفين كده اهو، غسلاه ومعقماه ومخليها زي الفل اهو، زي الفل. هنبتدي بقى نحط الخيار كده زي ما انتوا شايفين بحاله. مش عارفه اذا كان البرطمان ده هيقضي ولا لا. احنا هنعمل على قد البرطمان، والباقي ممكن ايه اخليه للسلطه، تنفع معانا للسلطه. يا رب بس ايه يخش زي ما انتوا شايفين كده اهو. انا بحاول على قد ما بقدر املى البرطمان. يعني هو بسم الله ما شاء الله، يعني هياخد شويه كده. حلو قوي كده، حلو قوي. انا ممكن اعمل حركه جميله كده، اروح كسره كده وانزل بقى كده زي ما انتوا شايفين كده. الباقي ده ممكن ايه اخليه بقى للسلطه، مش مشكله، ينفعني في السلطه. نجيب بقى يا بنات الميه بتاعتنا اهي، ميه. نحط، جايبه 4 كوبايات ميه ونحط عليها خل. الخل ده هو اللي بيساعد على انه يستوي. مسافة يومين بالكتير تاكلوه. ونجيب 4 معالق كبار ملح عشان ما يبقاش حادق قوي. يبقى 4 كوبايات ميه و4 كوبايات 4 كوبايات ميه و4 معالق ملح. تمام. ندوبهم كده زي ما انتوا شايفين كده 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 كده. نجيب شطه، ونجيب معلقه شطه كده حلوه عشان يبقى مشطشط وجميل كده اهو. لان انا مش هحط فلفل، فانا ايه الشطه هي ايه اللي ممكن تستغني عن الفلفل. الشطه دي خلاص كده تمام. نبتدي بقى نعبي. نجيب البرطمان بتاعنا كده ونعبي بقى بسم الله زي ما انتوا شايفين كده. الحمد لله يعني اهو اخد خلاص تمام. نجيب بقى ايه، عندي فصين توم كده نحطهم ورشة سكر اهي. رشة السكر دي بتحافظ على طعم الخيار اهو زي ما انتوا شايفين كده. ونقفله كده بصوا الجمال. نفتح بقى ايه بعد يومين عليه، والف هنا على قلوبكم. بسيط وسهل جدا، ممكن تنفذوه في البيت ان شاء الله. بقى نعمل شويه الليمون بقى اللي بعصفر. اسيبكم في رعايه الله وفي حفظه، واقول لكم سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.